لما فيلم يروح النيابة قبل ما يروح منصة نتفليكس. انتقاد زائد بلاغ بيساوي ترند. الناس دخلت عيد الأضحى مبسوطة، أفلام، فشار، سيلفي جنب البوستر. وفيلم ريستارت لتامر حسني نزل وسط ده كله. المفروض فيلم رومانسي درامي إنساني، ومفيش مشهد إلا ولوح فيه تامر بإشارة هغني دلوقتي. عدى الفيلم وبدأت آراء الناس تطلع. واحد يقول جميل، واحد تاني يقول أنا خارج من نصه بس ما حبيتش أبين إني زهقت. لحد ما طلع تيك توكر اسمه أحمد أبو عادل وقال الفيلم ضعيف مكرر، أداء تامر مش مقنع، القصة متفككة، وحتى المزيكا ما كانتش في محلها. يعني كلام ممكن تسمعه من أي ناقد على يوتيوب، أو أي واحد خارج من السينما ومخنوق من التكييف. والتيك توكر صدر الفيديو من هنا. تامر حسني صدر بلاغ رسمي في اسم الشيخ زايد. مش بس كده، البلاغ اتقدم ومعاه الفيديو، وقال إن الكلام فيه تجريح وإساءة مباشرة ليه. التيك توكر طبعا اتصدم، وقال في فيديو تاني إنه ما شتمش ولا قل أدبه، وإنه بس عبر عن رأيه. وبين الحين واللحظة الحساب اتقفل، والناس اتقسمت. ناس قالت الراجل قال رأيه ما يستاهلش قضية، وناس قالت هو فنان ومجهوده ما ينفعش يتهاجم بالطريقة دي. تخيل النيابة بيقروا نص البلاغ. المتهم قال الفيلم ضعيف، ويبقى السؤال هيقيم جودة السيناريو ولا هيركز على ألفاظ؟ بس يا جماعة، خلينا واقعيين. إيه الخط الفاصل بين النقد والتجريح؟ وإمتى الرأي يبقى إساءة؟ وإزاي فنان بحجم تامر حسني يتأثر بكلام فيديو على تيك توك؟ يعني تامر اللي غنى أنا ولا عارف أعيش مش قادر يسمع تعليق سلبي؟ ما هو أمبر وان بيتش يتشتم كل يوم ولسه بيصور كليبات فوق الدبابة. القضية دي مش أول بلاغ ضد محتوى أونلاين، لكنها بتدق جرس. يا خبر، هو ممكن الكلام اللي بقوله يجرني أنا كمان للمحكمة؟ استنى نشوف التشيك ليست قبل ما نفتح كاميرا وننزل رأينا تاني. 1. ما فيهاش قذف أو سب أو تجريح شخص. 2. بتعتمد على وقائع منشورة في الإعلام ومصادر مفتوحة. 3. بتناقش قضية عامة تهم الرأي العام. 4. اللغة محترمة موجهة للفعل وليس للشخص. 5. فيها توازن بين وجهتي النظر. 6. استخدام جمل حماية في رأيي الشخصي بحسب ما نشر أعتقد، وزيادة في التأكيد نضيف الجملة ديت. واللي قلناه هنا رأي في حدث عام مش شخص، لا يهدف للإساءة بل للنقاش.